في هذا المقطع راح اسوي 20 تحدي في خلال 20 ساعة، وسوينا اول تحدي وهو تحدي الام ال جي، وهذا كان الاسهل، ولكن مع الوقت بتصعب التحديات وممكن الوقت ما راح يكفيني اني اخلص التحديات قبل ما يخلص الوقت، ولكن عندنا 20 ساعة و20 تحدي، فهل نقدر ننجزهم كلهم في اقل وقت ممكن؟ قبل بداية المقطع اتمنى تساعدني بضغط على زر الاشتراك وتحط لايك على الفيديو اذا عجبك المحتوى. التحدي الثاني اللي هو تحدي القارب، فلازم نحط القارب قبل نموت تحت ونركب على طول في القارب عشان لا نموت. ليتس جو يا اخوان، من اول محاول بسم الله ناخذ القارب 360 اوقا بوقا بوقا على طول، بنحط القارب بنفوز يا حبيبي. اي الشيخ ليتس جو. ايوه يا شيخ ايزي، اقسم بالله ما توقعت اني بجيبه من اول مره، ولكن اي اخوان لايكاتكم اشتراكاتكم يا اخوان عشان من اول محاوله. اوكي يا اخوان، والان التحدي الثاني اللي هو تحدي الكوبب، لازم نحط الكوبب تحت عشان لا اموت، ونفس الشيء يا اخوان فول دامج وبلا بلا بلا، فاذا جبته من اول محاوله يا جماعه الخير حطوا لايك واشتراك. اوكي بسم الله كالعاده 360 اوقا بوقا بوقا بوقا. يعني شوف هو يعني التحدي سهل وانا حطيت الكوبا، لكن اقسم بالله ما ادري ليش قتلني ورب الكعب اني انا ماني منوب. اوكي المحاوله الثانيه بسم الله بسم الله بسم الله. لا يا عيال اقسم بالله ظلم يا عيال، قاعد يحط الكوبا بس ما خلاص. الرابع ثابت يا اخوان، مال امي دخل. ايوه يا شيخ ليتس جو ليتس جو. واو 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 ايوه يا شيخ ايزي ليتس جو. اللي بعده اللي بعده اللي بعده، يلا يلا. اوكي يا اخوان الان التحدي الثالث معانا اللي هو تحدي اللدر. في بلوك الان تحت زي ما انتم شايفين اللي هي هذا بلوك الزرقاء شايفينه، لازم احط اللدر بالضبط في هذا المكان واني لازم اني ما اموت. ايزي يا اخوان، ترى ما عندي الا 64 محاوله، بس انتم تشوفون ان كثيره ترى قليله 64 محاوله، يعني ممكن اجيبه في المحاوله رقم 70 80 شيء جدا طبيعي، ولكن ثقتي في الله عالي باذن الله وراح اجيبه من اول محاوله. بسم الله الرحمن الرحيم وليتس جو ايزي. حطوا اشتراك يا اخوان، شوفوا كيف اجيبه. واو يعني ليه حطيت بلوكات ماجما واتف. زبد يا اخوان مره ايزي ثاني مره، مع انه انا ليش يعني حطيت 63 محاوله مدري 64، بس ما يفرق صراحه، اهم شيء اني جبته من اول محاوله. والزبده سلموا لي اشتراك يا اخوان ولايك. اوكي يا جماعه الخير، الان معنا التحدي الخامس اللي هو تحدي نيو. اللي ما يعرف ايش هو تحدي نيو يا جماعه الخير، طبعا قدامك في زي العمود ولازم انك تجي من جنبه كذا، او انك يعني فهمتوا كيف يعني بلفه كذا تجون طيب بسم الله يلا ليتس جو من اول محاوله ليتس جو. معليه يقول لك الثالثه ثابته. طيب هذا مره ثانيه لك يا سيد. نعم بس انا اقول يعني مره ثالثه ثابته. بسم الله بسم الله بسم الله ليتس جو. هنا ايوه يا اخوان ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. ايش هذا اللي وراي؟ سبسكرايب. يا الله سبسكرايب ايش هذه يعني الكلمه هذه؟ انا اول مره اشوفها صراحه يعني. اوكي نرجع مره ثانيه. بالله ايش رايكم بالحركه؟ شذي نرجع مره ثانيه. رجعت يعني كانه شيء عادي. اوكي يا اخوان نروح الحين اللي جنبها على طول، هذه الصفراء اللي قبل شيء كانت بلوكه واحده، او يعني عمود من بلوكه واحده، لكن هذه عرضه بلوكتين الان حتكون اصعب. فبسم الله بسم الله بسم الله. تخيل يجي من اول محاوله. يا عيال اقسم بالله مره قريب. يا عيال والله مستحيل. يا عيال هذا معقول اساسا؟ يا عيال اقسم بالله طرف اصابعي كذا مسكت الحافه وتزحلقت، مع انه انا اصابعي بكسليه بس يعني. ياهو والله لا اسويها. طب ممكن الجهه الثانيه؟ لا يعني الجهه الثانيه اصعب كثير بالنسبه لي انا. اهين ام الحافه الخرا ذي. بس هي ايوه يا شيخ ليتس جو. اوه ماي جاد يعني كيف بقيت التحديات؟ كيف ايش بسوي يا عيال؟ في تحديات مره صعبه، هذا ولا شيء، او في مهارات خلينا نقول مو تحديات، مهارات يعني لازم اتعلمها. يا التحدي اللي بعده يا جماعه الخير ليتس جو ليتس جو ليتس جو. اوكي يا جماعه الخير الحين التحدي اللي بعده اللي هو التحدي السادس. قدامي الان منصه، والمنصه هذه تبعد عني 7 بلوكات، ولكن عشان اوصل لهذه المنصه لازم نحط قبلها بلوكتين وانا في الهواء، فلازم اني انقز وانا في الهواء ابني هذه البلوكتين علشان اقدر اوصل لهذه المنصه. فهل اقدر اني اوصل لهذه المنصه من اول محاوله، ثاني محاوله، او ثالث محاوله؟ الله العالم، ولكن بنحاول اننا نسوي هذه المهاره ونتقنها. فبسم الله ليتس جو. شايفين كيف يعني تحسون كذا بعيده حتى ما اقدر ابنيها، ولكن سعيد ما في شيء صعب عليه. فبسم الله. ما تحسب المحاوله الثانيه. بسم الله بسم الله بسم الله. ايوه يا عيال اوه ماي جاد اقسم بالله عيال اتوقع انا افضل مهاري او افضل لاعب مهاري في لعبه ماينكرافت. اوكي يا جماعه الخير الان التحدي اللي بعده اللي هو تحدي الالترا زي ما انتم شايفين الان يا اخوان. قدامي في حلقات من البتاع هذا الدوائر اللي ما ادري ايش اسمها، فبنيتها كذا على السريع، ولكن التحدي كالاتي اني لازم اعدي هذه الاشياء بدون ما المس الاطراف، لانه بمجرد ما راح المسها على طول راح اموت. فزي ما انتم شايفين عندي الهيلث نص قلب حرفيا، يعني اي لمسه الان بموت على طول. فبسم الله لازم اني ما المس حرفيا الجدار. هل انتم مستعدين؟ لاني انا مستعد. فبسم الله ليتس جو.
اوكي اوكي ما تحسب يا جماعه الخير، ما تحسب. اوكي بس اقول لكم يعني اجين بسم الله يا جماعه الخير. يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو يا عيال. 1 2 3 تركيز تركيز تركيز. حلوين حلوين. انزل تحت. اوه ماي جاد عيال، هذه فيها كسره كذا لازم انزل. مستحيل يا عيال. خلص اول ستاك كمان. بسم الله. اوكي اوكي اوكي. تحت فوق فوق يمين. ليتس جو ليتس جو يا اخوان. ليتس جو ليتس جو. اوه ماي جاد. اوكي يا جماعه الخير، طبعا التحدي اللي بعده اللي هو تحدي الجرافل وول. بكل اختصار لازم اني ابني الجرافل هذا اللي معايا الى الجهه الثانيه هناك، فاذا وصلت لهذيك الجهه انا كذا اعتبر اني فزت. ولكن بحاول اني يعني كيف اقول لكم، لازم تكون بنهايتي سريعه، لانه هذه البلوكات تطيح. نعم يا جماعه الخير، نعم انها تسقط من الاعالي الجبال واعالي الاماكن المرتفعه يا الهي. فلازم يكون مره سريع يا جماعه الخير. فانا ما اعرف هل اقدر اسوي التحدي ولا لا، فنقول يا رب انه نقدر عليه. بسم الله 3 2 1 ليتس جو. اوكي دقيقة لازم اوزن الماوس. يلا لازم احطه يعني تحتي بالملي، فهمتوا كيف؟ يا عيال كيف هذه تنحط؟ مستحيل والله العظيم بانه مستحيل. اوه والله كلوز. يعني اقسم بالله تعبت. مستحيل شت يا عيال، اقسم بالله مرة مستحيل. يعني الواحد ما ادري كيف ممكن يقدر يسوي. في ناس قاعد يسوونه حرفيا ايزي يعني. فبسوي لاخر مره، زبطت خير بركه، ما زبطت انا اعلن انسحابي الصراحه. يعني في تحديات غير كثير او مهارات كثير لازم تتعلمها. اخر مره اخر مره خلاص دز امه. اوكي يا جماعه الخير، الان التحدي اللي بعده اللي هو تحدي الفاست بريدج، او المهاره اللي بعده اللي هو فاست بريدج. المهاره هذه يا جماعه الخير طبعا تتطلب مهاره جدا عاليه، انك تسوي برج اللي هو هذه اوكي بسرعه هائله جدا. اوكي فبحاول اني اسوي باسرع قدر ممكن، وبحاول اني اجيبه في خلال لا نقول عد بعدد ثواني، خلينا نقول بشيء يعني يرضيني انا. اوكي فبسم الله من اول محاوله نقول بسم الله. لا يا سلام. ايوه ايوه اوكي اكتشفنا حاجه جديده يا اخوان. حط بلوكات واجري بس. طيب يا سعيد انت كنت كويس، كنت كويس يا سعيد، حرام عليك ورب الكعبة. يعني هذا اللي قدرت اوصل له يا عيال. 14 ثانية ونص والله مرة كثيرة مرة. في ناس يدعسون فيه، ولكن عيال ايش اسوي لكم؟ ما اعرف ذي الامور، ما اعرف ذي المهارات، اقسم بالله مرة صعبة. وين يا ابو الشباب؟ اوكي يا جماعة الخير، المهارة اللي بعد هو تحدي سكاب فولدنج. حرفيا نفس التحديات اللي فاتت، ولكن اللهم بالسكاب فولدنج، ولكن لازم احط سكاب فولدنج فوق بعض، ثنتين فوق بعض مو واحدة بس. فانا ما اعرف كم بدينا نسوي من اول محاولة، فنقول بسم الله نبدأ. خلونا نشوف. ما حطيت ولا بلوكة حتى. اللي بعده اللي بعده بس هذه ايزي ايزي. اوه حطيته ليتس جو. والله توقعت يا اخوان بتكون صعبه، لكن طلع مره ايزي. اوكي يا جماعه الخير، الان المهاره اللي بعدها اللي هي مهاره ترايدنت. مع الان في يدي ترايدنت زي ما انتم شايفين، ولازم اني اسوي باركور عن طريق الترايدنت. زي ما انتم شايفين قدامي في اكثر من بقعه مياه، فلازم اسوي باركور عن طريق الترايدنت. وعندي حرفيا نص قلب، يعني اي لمسه في الارض بموت. فبسم الله ليتس جو. خلينا نجرب. اوكي نايس. اوكي معنا لازم نوزنها صراحه، لازم نوزنها. دقيقه. ايوه اوكي نايس. هذا الاولى، الثانيه ليتس جو. اوكي الثالثه. طرت مره عالي. ما تحسب الحركه هذه، ما تحسب المحاوله هذه. بسم الله. اوكي هذه ايزي. اللي بعدها مره بعيد مره بعيد مره بعيد. الثانيه اوكي. الثالثة حلو، باقي ثنتين. اوكي اخر واحدة بسم الله. ليتس جو يا اخوان. اوكي مرة ايزي. ليتس جو. اوكي يا عيال، هذا المهارة اللي بعدها اتوقع اني راح اطول فيها مرة، لانه هذا المهارة اللي بنسويها الان اللي هي مهارة القارب في اللافا. زي ما انتم شايفين الانفنتوري عندي معبأ بالقوارب، ولازم اني اروح لذيك الجهة عن طريق القارب. بمجرد ما اني راح احط اللافا بينحرق اللافا على طول، فبحاول اسوي فيها باركور. فبسم الله نقول تجربة الاولى.
اول نقزه ما سويتها يا عيال، مستحيل. بسم الله، هذا اتوقع يا عيال هالمره اقدر اسويها، فمتفائل متفائل. بسم الله بسم الله. ها يا عيال، مستحيل مستحيل، انا اقول لكم مستحيل. هل هي اساسا تنحط؟ والله ما ادري، تصدقون؟ وات، هل اقدر اسويها؟ شفتوا كيف؟ هذا كيف اسويها هذه؟ والله مستحيل يا عيال، اقسم بالله انه مستحيل. شفتوا؟ والله مستحيل، معليش يا عيال، والله مرة معليش، هذه مرة ما اقدر اسويها، مرة ما اقدر اسويها. انا لو سويت نقزة واحدة بس صراحة بكون فخور، ولا حتى نقزة واحدة. والله مرة معليش، انا اعلن انسحابي عن هذا التحدي، ما قدرت عليه. اول مهارة هذه مستحيل اني اعرف لها، فنروح المهارة اللي بعد يا اخوان للاسف. اوكي عيال، طبعا المهارة اللي بعدها هو اني اقتل الوردن في اسرع مدة ممكنة. طبعا في بعضكم يعتبر انه هذه مهارة ان انا قتلت الوردن في اسرع مدة ممكنة، ولكن انا اشوفها جدا طبيعية يعني بالنسبة لي. حطوا في بالكم انه دروعي بروتكشن اي في خلاص، والسيف اللي عندي هذه التطويرات اللي موجودة قدامكم، اوكي، وجولدن ابل، بس هذه الاشياء. فبحاول اني اقتله باسرع وقت ممكن يعني اذا قدرت. فحرفيا اذا قتلني انا اعتبر اني فاشل في هذه المهاره، اذا قتلني مره واحده بس. فخلونا نشوف. ولعلمكم يا اخوان هذا الوقت المتبقي من التحدي، فما بقى لنا شيء مره كثير، لازم نستعجل في هذه الامور. فبسم الله ناكل جولدن ابل ونرسبن الوردن. بسم الله. على طول تقاتل معاه ولا كيف؟ خليني بس اكل حبه وتقاتل معاه. ايه واو 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 واو، شافني يا عيال، شافني على طول. في سلايم معاه. لا كذا ظلم يا اخوان بموت، والله بغيت اموت. اهين ايمي وليه في سلايم؟ بموت، تكفوا. يو يا عيال، في تدخل خارجي يا عيال، في تدخل خارجي، تكفوا موت. بموت، تكفوا موت، خلاص يا عمي اعتقني. اهينك مقواك. ايوه، اوه ماي جاد يا عيال، والله شوفوا انا ما توقعت اقوي لهالدرجه، بس حرفيا بغى يقتلني يعني. يا ابي دزوم انت بعد دزوم. وهذه المهاره يا جماعه الخير طبعا جدا ايزي، وما اعرف في كم ثانيه حرفيا قتلت. يمكن انا اقول يمكن 50 ثانيه 60 ثانيه حوله، ولكن انا راضي في النتيجه. فنروح المهاره اللي بعد يا اخوان. طيب يا جماعه الخير، طبعا التحدي اللي بعده الان اللي هو القارب الطائر. كيف القارب الطائر السعيد؟ بكل اختصار انتم شايفين المنصه اللي هناك؟ اي نعم يا جماعه الخير، راح ننقل عليها بالقارب. كيف يا سعيد انت سرفايفل معك قارب ايش هذا؟ اهدى الحين اقول لك كيف. بكل اختصار الان لما تركب القارب خلاص وتمشي قدام سيده زي ما انتم شايفين حرفيا ما راح يوصلنا للمكان. فكيف راح نوصل المكان؟ بكل اختصار اذا سوينا هذه الحركه انه جلسنا في القارب، بعد قمنا جلسنا حرفيا القارب راح يطير. اوريكم كيف اذا قدرت اني اسوي طبعا هذه المهاره. تكفى، ما ادري انا قاعد امشي ولا لا. الحين فهمكم كيف. في لها طريقه يا اخوان، اوكي، في لها طريقه، في لها جلتش، في لها بق ثغره. بحاول اسويها. اوكي تكفى. طيب لو سويتها بدون الاف 5 هل ممكن تزبط؟ تكفى. وين يا ابو الشباب؟ قدري مت. وين المنصه؟ والله ماني شايفه يا عمي، والله مستحيل. والله مره قربنا. ما اعرف هل هي يعني اقدر اسويها ولا لا، ولكن ان شاء الله اقدر اسويها لان حسبة البلوكات سويتها عشوائيه. اوكي اتوقع اني عرفت لها الطريقه. اتوقع بسم الله نقول يا رب بسم الله. ايوه ليتس جو يا اخوان. اقسم بالله احس نفسي اني مهاري، احس نفسي اني قوي يا عيال. لا نتحمس يا اخوان، انا اتحمس ترى لسه باقي مهارة ثانية. اوكي يا جماعة الخير، المهارة الأخيرة لهذا المقطع بإذن واحد الأحد اللي هو تحدي الأكس PvP. اي نعم يا جماعة الخير، بكل اختصار المهارة هذا انك تتطلب معك حرفيا الأكس والشيلد وتتضارب فيه مع الناس، ولكن المهارة اللي هنا اللي أنا بصورها إن شاء الله لازم أفوز فيه 3 مرات ورا بعض بدون أي خسارة. فخلونا نشوف إذا قدرنا عليه ولا لا. فبسم الله ندخل في الجيم. اوكي دخلنا الجيم، نايس. اوكي زي ما انتم شايفين حرفيا الآن قدامنا هذا الشخص الرهيب. اوكي فلازم نتقاتل معه مع البو. اوكي قاعد يضرب يد. وات، كسرنا شيلده، كسر شيلدي. متنا. اوكي يب متنا يا اخوان، متنا. تكفى.
لا اوكي دخلنا جيم ثاني. ليتس جو. مين قدامنا؟ شخص اخر. تعال. اوه ضيعنا طلقاتنا. هذا ضربة. كسرت الشيلد. ضربتين. ضربة ثالثة. الرابعة. الخامسة. السادسة. كسر شيلده. تكفى. ايوه ليتس جو يا اخوان. هذا اول وين. بسم الله بسم الله. نفس الشخص ولا مين ذا؟ والله نفسه يا عيال والله نفسه. تعال. كسر شيلده. ضربني ما اعرف كيف. ضربتين. ثلاث. أربعة. يا عيال مستحيل. تعال. ايوه يا اخوان باقي له مرة واحدة. تكمان. والله باقي له مرة واحدة. والله باقي له مرة واحدة. يا رب نفس الشخص يا رب نفسه. اوكي نفسه. اقدر عليه. تعال. اوكي. كسر شيلده. كسر شيلدي. ضربة. ضربتين. ثلاث. أربعة. تكفى. ايوه يا اخوان ليتس جو. اوه ماي جاد. خلاص يا اخوان كذا كفايه. كذا انا الحين مرتاح. الحين انا افضل لاعب مهاري في لعبه ماينكرافت. هل كل تحديات ومهارات سويتها؟ لا. طيب هل انت افضل؟ نعم انا افضل لاعب يا جماعه الخير. لايكاتكم واشتراكاتكم يا جماعه الخير الله يعطيكم العافيه. شكرا لكل شخص وصل هذا الدقيقه بالمقطع. ما بقى لنا شيء وندخل 2000 مشترك ولله الحمد. شكرا لكم على 1000 متابع ونشوفكم مقاطع اللي جايه باذن الله 1 احد. السلام عليكم.